القصة دي حصلت في الأرياف من أكتر من 75 سنة لجدة لمتابع معانا. أنا اسمي هانم، كنت عايشة في قرية بسيطة في القليوبية. وقتها كان عندي 14 سنة وكنت حامل. ما تستغربوش من إني حامل في السن ده، على أيامنا كانت البنت بتتجوز صغيرة ويمكن كمان أصغر مني. كنت مبسوطة ببيتي الصغير، وكل اللي يجي يزورني كان يقولي بيتك ريحته حلوة ويرد الروح. جوزي كان يروح شغله الساعة 7، وانا كنت اقوم اعجن واغسل واطبخ وانضف الاوض. من بعد ما عرفت اني حامل بدأت تحصل حاجات غريبة. كنت كل ما اكنس اوضة الاقي في كل مرة فلوس فضية ورا الباب. استغربت قوي. حصل كده اكتر من مرة. في المرة التالتة حكيت لأمي. امي قالت لي يمكن فلوس بتقع من جوزك. قلت لها جوزي قال مش بتاعته. امي اندهشت وحكت لابويا. ابويا قال لي استني لما عمك يرجع من السفر. عمي ده كان راجل كله بركة، وكل الناس بتقول عليه من اولياء الله الصالحين، وكانت الناس كلها في البلد تحبه لطيب لسانه. يوم والتاني ورجع عمي، وابويا حكاله كل اللي بيحصل لي. عمي وشه اتغير شوية، وبعدين قال لي قربي يا هانم واحكي لي كل حاجة بالتفاصيل. قلت له يا عمي انا كل يومين بكنس الدار وبنضفها، وكل مرة الاقي قرش فضة ورا الباب. قال لي حكيتي لحد غير ابوكي وامك وغيري؟ قلت له لا.